يا جماعه عاملين ايه؟ كله بخير، دايما بخير وسعاده. معانا صديقي وحبيبي حبيب كل خالد عليش. ازيك يا حبيبي؟ ازيك جمال؟ عامل ايه؟ والله العظيم ثلاثة انا مبسوط جدا. انا مرتاح. مبسوط بيك. يعني حاسس لا إن ده أنت- حلو. قاعدة لذيذة. لا ده حلو. انا مبسوط بيك. ربنا يخليك. بص بقى انا ايه، الناس حبايبي كلهم انا بقعد اسال، اه بس انت اللي هتسال. فانا اللي جاي. انت المعلم بقى. هسألك اول سؤال، ايوه. حاسس ان انت كحيان؟ احيانا يا محمد. انا عندي الراجل اللي ماسك ده اللي هو حبيبي قوي محمد، كل يوم اقول له انت احيانا يا محمد. انت تعريفك ايه الكحيان؟ انت شايف كحيان دي اللي هو ما معهوش فلوس خالص؟ لا احنا كحيان فكر. هو ده اللي انا والله بقعد اقول. اللي معهوش فلوس ده حاجه ثانيه. بس مش انا بقى. فاللي هو الناس بتشوف كلمة انت كحيان ان هو ان انت مش معاك فلوس. ده مش المقصود خالص. المقصود ان انت كحيان انت ضيعت على نفسك فرص كتير. ده حقيقي. فكر الكحيان بالظبط. انت فكرك ودماغك وانت شايف ان انا في الحته دي برغم ان انت عندك فرص كتير لحاجات تانية احلى. ده حقيقي. وانت مطنش ده حقيقي. فحلو انت لقطتها كده. اي لقطتها ده انا تلميذه. الله عليك. مش بقول لك انت اللي جاي تسالني النهارده؟ لا ما انا شويه عليا وشويه عليك. ما اقدرش. أنا ده انت بقى المعلم. ندردش. ده انت المعلم يا باشا الله يخليك. معلم في مهنتك. لا عامل احكي إيه؟ لي والله بجد. انت يعني انا ما شاء الله ما شاء الله انا شايف حد عمل مشوار لذيذ قوي. الحمد لله. وعجبني قوي البول اللي بره ده ونفسي تملوه عشان نيجي ننزل في البول. فقول لي اكتر حاجه انت بتفتكرها بجد وتقعد تضحك عليها. مشهد، عارف المشاهد اللي بتحلم بيها بالليل كده اللي هو مشهد كده فيه صوره معينه. ايه المشهد اللي انت بتفتكره وتقعد تضحك تقول في المشوار بقى بتاعك؟ يعني انا من الناس اللي انا كنت في شغل، انا اصلا اساسي من طنطا. اوكي اجدع ناس. كان عندي محل ايه صغير كده وبتاع، وكنت بقف بكروكس عليه شراب. ماشي ده بجد والله الموضوع ماشي حلو. ده زي الدكاتره برضه بتحب تلبس كروكس. فكنت كنت بقف بشتغل بايدي وبتاع وشقه بقى. فقبل كده الكروكس ده كان عزيز عليا الصراحه. هو نفس الكروكس ما بتغيروش. اوكي ماشي. واحد بقى. كنت بصلي بتاع وحطه يعني ايه مدخل المحل، كان محل صغير اوكي حوالي 20 متر ومدخل المحل كده وحطيت الكروكس. بعد ما خلصت صلاه طلعت ما لقيتش الكروكس. تبقى في الكروكس. وفي المحل طبعا ما كانش في بقى قمرات ولا في كاس قمرات على كروكس يعني. بس هو كان عزيز عليك. شاف شقه معايا. بس انت بتفتكر المشهد ده وتضحك اللي هو الحاجات دي من المواقف اللي تخيل انا وقفت كملت من البيت بقى بعيد عن وقفت كملت طول اليوم بالشراب من غير ما اشتغلت طول اليوم بالشراب. مش مشكله. مش خلاص بقى المهم نشتغل. انت عارف انا كان عندي مشكله في موضوع ان انا الكوتش يتسرق مني او الشبشب يتسرق مني لو انا بنزل اصلي قريب او كده. فكان دايما ابويا بقى يقول لي ايه، حطه تبقى عينك عليه. فانا لما راجع اصلي انا عيني عامله كده. لان كان مشهور عندنا في المنطقه الموضوع ده مش عارف ايه. وبعدين كان في عندنا واحد تقريبا عنده مشكله ما نفسيه او حاجه. هو كان بيسرق فرده واحده وفرده التانيه تمشي بيه، يسيبها لك عشان تمشي بيه. طب ليه انت بتعمل بيها ايه يعني؟ تاخد الاثنين. انت هتعمل بيها خد الاثنين. ياخد الاثنين. يعني ببقى عايز ادور عليه اقول له خدها عشان تبقى المفروض ياخد الاثنين. بس فكانت من الحاجات برضو اللذيذه قوي. طب انت اسالني بقى. بص يا خالد، انا من الناس اللي انا بحب شخصيتك. الله يخليك والله العظيم. وانت اصلا بتستضيف ناس انا بتعمد استضيف ناس اطلع منهم كلام. عشان كده انت معايا النهارده، انت اللي هتطلع مني الكلام. هطلع منك انت المعلم. ما تقلقش. انا عايز اسالك على حاجه. قول لي انت ازاي بتتعامل مع شخصيه كل واحد انت بتستضيفه؟ الحته دي كانت شغلاني جدا يعني. بص هقول لك، هكمل لك بقى على حاجه. يعني انت من الناس اللي اسلوبك حلو جدا الحمد لله بجد. بتتعامل مع نوعيات ناس اللي هو دماغه خفيفه شويه، بتتعامل مع واحد عايل قوي فانت بتتعامل معاه. انا بشوف شخصيتك اصلا متابعك جدا يعني، بشوف شخصيتك انت ازاي بتحلل شخصيه كل واحد منهم. بص انا اساسا من السيده زينب. ماشي. واتعلمت في السيده زينب. يعني كنت اللي هو بنزل العب في الشارع وكده. واتعلمت ابتدائي في مدرسه حسني العقاد في السيده زينب. في مكان اسمه بركه الفيل. ماشي تمام. السيده زينب نفسها. السيده زينب نفسها. بركه الفيل ده من الاماكن المشهوره جدا. هي كانت مدرسه خاصه بالمناسبه، كانت مدرسه حكوميه. بعد كده رحت من السيده زينب عشت في منطقه الوراق في امبابه. تمام ماشي. السيده زينب هي منطقه شعبيه حلوه فيها ناس اصلي جامده
رجاله. الوراق هي منطقه شويه فيها سنه عشوائيه، مش منظمه شويه. الناس اللي فيها زي الفل ومية مية، بس بسبب يعني انا كنت ساكن في شارع اسمه ترعه السواحل. ليه اسمه ترعه السواحل؟ عشان كان في ترعه في النص بجد بجد واتردمت. تمام. فانا وانا صغير اول ما رحنا احنا كنا ساكنين على الترعه يعني. كانت العماره كنت بتنزل تلعب في الترعه؟ لا ما كنتش بلعب في الترعه بس لا ما وصلتش لحد ان انا العب في الترعه، بس كان فعلا في قدام البيت عندنا ترعه. فعشان كده كان الشارع اسمه ترعه السواحل. وبعد كده كملت قبل ما اشتغل في الراديو. دخلت كليه هندسه، خريج كليه هندسه جامعه القاهره. انت اصلا هندسه؟ انا مهندس ان شاء الله. ودخلت مدرسه خاصه ودخلت مدرسه حكوميه. فانا بقى عندي ميكس حاجات، تركيبه قويه، تركيبه اللي هو انا اعرف بجد يعني. انا اعرف في اصحابي ناس اللي هم بيتحبسوا يعني مسجلين، فاهم؟ مسجلين يعني اللي هو يبقى ماشي مسجل. واعرف ناس متعلمه جدا، واعرف ناس دكاتره، واعرف ناس رواد فضاء، يعني عارف اللي هو تركيبه. اعرف كل الناس. فانا هتيجي اثر على شخصيتك. اثر على شخصيتي طبعا. ولما بدات ابقى مذيع بدات ان انا ابقى عايز اعمل ازود افكار عندي. فانا قابل عبده مثلا، الراجل ده عنده قصه ونجاح وعنده مشوار، اقعد اتكلم معاه يحكي لي كده وانت بقى بدات ازاي وعملت ايه وبتاع. فانت الكلام اللي انت بتديوني ده بيديني، بيشحن تجارب عندي. واعرف اتكلم معاك، اسافر بره اقعد اتكلم مع الناس. الانجليزي بتاعي ما كانش احسن انجليزي في الدنيا، او ما زال برضو مش احسن انجليزي في الدنيا، بس بقيت بعرف اتكلم، بدات اطور نفسي، بدات احب السفر. فبقيت لما اقعد مع حد انا اول ما يقول لي ازيك خلاص انا قريتك من الاخر بقى معلم يعني. الحمد لله. فخلاص يعني انا ببقى فاهم الراجل ده رايح فين، يعني ده اخره ايه في الكلام. ده انا هعرف اطلع منه ضحك، هتجيبه منين، هتدخله منين الكلام ده بالظبط. هيزعل من اللي انا من هزاري ولا بالعكس هيستقبله عادي. فخلاص بقيت شويه الحمد لله بقيت بفهم اكتر. وبعدين لما بتقعد على كرسي المذيع بيدي لك ثقه كده. حلو اللي هو خلي بالك انا اللي مسيطر. يعني انا اللي معايا، يعني انا اللي معايا. الفتره اللي فاتت انا بقيت انا المذيع، فانا اللي ايه، انت باشا انا مسيطر على بالظبط. عايز تخليني اتكلم في الاتجاه ده يعني. انت النهارده تقدر تخلي الحوار ده كوميدي جدا ولذيذ ومواقف لذيذه وبتاع، وممكن يبقى حد حد جدا واحكي لي بقى وانت ازاي مش عارف عملت ايه وانت ضربت مين واتحبست فين، يعني فاهم؟ هتبقى في عندك، فانت اللي بايدك الكنترول. احنا كمان في الراديو التليفونات التليفونات هي انا اللي بختار التليفون. فانا اللي كمان ببقى في الاتجاه، يعني انا بختار ناس. حتى في ناس قوي بتعترض، هو انت ليه معظم التليفونات عندك ستات مش رجاله مش كتير؟ عشان انا بحب الستات. وده حلو. بحس ان هي صوتها لذيذ، هي الست طالعه. طبعا الحاجات دي قط لا ليه بجد والله. يعني هي الست انا بدخل تليفونات اكتر من الستات. علشان خاطر الست داخله تهزر، هي عندها استعداد. انا مش عايز حد كشري، مش عايز حد ما انا عندي في الشغل عندي ما بيخشوش يهزروا ليه، بيخشوا يوزعوا بس. ما جاي دافع مبلغ وبتاع كده اللي يوزع بس حلو ان انت بتبقى واصل لمرحله ان انت تتعامل مع العميل. لا يعني خالص اللي هو بقى على الهادي خالص. عايز اقول لك على حاجه بقى. انا شغلتي طبعا دي بقى موال طبعا. انا شغلتي دي طلع من اكسسوارات العربيه. يعني انا اساسي اصلا اكسسوارات عربيه طبعا. الوالده الله يرحمه بقى لنا حاجه 50 سنه اكسسوارات عربيه، وانا اللي طلعت منها في حته البروتكشن. يعني انا بقى لي حوالي 13 15 سنه كده حته البروتكشن. انا كنت شغال بايدي. لا البروتكشن دي كمان شغلانه حساسه قوي، ان انت بتفك العربيه. غير بقى فك العربيه كمان انت شغال بقطر. يعني لمس القطر ده للصاج يعني بوظ. انت جاي اصلا تحافظ هتبوظ الدنيا صح. فطبعا انا بتعامل مع ناس العميل بتاعي اصلا الزبون اللي هو الاي كلاس او الناس اللي هو الجمال اللي هم مش اي كلاس ده يعني وفقير، لا اي كلاس ده اللي هو في الفكر اللي هو انا هصرف كل الفلوس دي عشان خاطر بس احمي العربيه، عشان اعمل العربيه من الشمس واعمل العربيه من الحكه وكده. فده زبون مختلف. فانت بيجي الزبون ده بيجي مثلا يستلم العربيه بيستلمها بالكشاف بتاع الموبايل. عارف انت بقى عارف انت بيفليها. بس هو طبعا الحمد لله عشان احنا طبعا عندنا خبره في الحته دي وعندي الناس قويه في الحته دي، فاحنا بنعرف احنا بنتعامل مع العميل ازاي. النهارده انت بتطلع له عربيه A1 لو عندك ثقه كمان، يعني في ثقه بنيتها ما بينك وما بين العميل. طبعا فيخليك اللي هو ايه الحمد لله بفضل الله. انا النهارده العميل بيجي والله العظيم خالد بيجي يقول لي ايه، خد المفتاح اهو السلام عليكم، انا باجي اخدها
في اماكن تانية يقول له وبين الخامه مين اللي هيشتغل في العربيه. هو فعلا انا ايوه قال له ما كانوا عامل كده يعني. النهارده جايب عربيه مثلا ب 3 4 5 مليون جنيه. معلش يعني ده في ناس، لا شقه عمر يعني، ما ده رقم ده يعني. في ناس دي مثلا وبتعمل من حقها يعني، بس هو الموضوع بيبقى فكاهي يعني. بينام جنب العربيه ولا انتوا بتوصلش كده؟ لا العربيه بتاخد يومين 3 صح؟ لا انا عندي العربيه بخلصها في يوم. ايه ده بجد؟ انا مميز ايه ده في الحتة دي. جامد قوي. انا مميز في الحته دي. بيجي العميل ممكن يقعد مثلا طول اليوم من الساعه 10 للساعه 10 بالليل قاعد. ما تحوشت العمر بقى، انا عايز اتفرج عليها بقى، وريني كده. قاعد في الويت يعني قاعد يعني مستني العربيه بتاعته. انت فاهمني. وطبعا احنا عندنا بقى الفرع في وسط الدهشور، فالعميل بيجي مثلا انها خروجه كمان يعني. جنبي بقى الكافيهات والمطاعم ومش عارف في قصر الكبابجي وشغل ضب النار. ناكل فاصل الكبابجي، ناكل نروق بلبن، ناكل وز. بس حلو ان انت بتخلصها في نفس اليوم دي. انا عندي ميزه يعني دي ميزه تعتبر دي بالظبط يعني. دي حاجه دي فاليو زياده لا عندك. مش ممكن بقى في نفس اليوم، ممكن في 7 8 ساعات خلص وبسلمها العيوب ويجيبها لي ومراجعه كمان اسبوع. اوكي عشان تطمن دي بقى. حته مميزاني. ليه؟ لان الحمد لله بفضل الله انا عندي ضغطه شغل عندي قويه جدا. فانت بيبقى كذا صنايعي شغال في لا انا عندي في الفرع حوالي 60 صنايعي فرع الواحد. فانت مثلا ممكن عربيه واحده 6 7 شغالين فيها. ما يقلش عن 5 صنايعي. انت فاهم. يلا رزع بس الرزع جوده قويه. الشغلانه بتاعتكم دي صعبه قوي. في ان لما انا فهمت، انا كنت فاكر ان فيلم الحمايه ده انت بتجيب فيلم اللي هو الستيكر وتلزقه وشكرا. اكتشفت ان انت بتفك العربيه. طبعا. ففك العربيه انت بتفك عربيه طبعا المانيا عاملاها. ده حقيقي. يعني فيها تفاصيل، فيها حقيقي. قصص ومسامير معينه. ده احنا لما بنيجي نفك الموبايل يقول لك يا باشا الموبايل ده مفكوك يا باشا مفتوح. بص ده اللي خلاني اللي انا اجيب. انا عندي رقم واحد عندي صنايعي فك طبعا. انا جايب ناس من التوكيلات. يعني جايب ناس من التوكيلات تخش تفك عربيه. ليه؟ النهارده انا مثلا بفك عربيه مرسيدس، فانت زي ما انت بتقول الالمان ده بيعملوا الحاجه يعني. ايوه اللي هو المسمار على قد البتاع بالظبط. ما فيهاش ما فيش هزار. ما فيش حاجه خش وحاطط نقطه امير والزق عارف خش هتجيبك. خش يا باشا بس وسع كده. ده ما فيش ده بالملي. فانا ده اللي خلاني اجيب ناس لا تبقى الشغل معاهم قوي. وعلى فكره بقى اقول لك حصل مصايب كتير. بس المصايب دي اتعلمنا منها طبعا. يعني النهارده مثلا حد بيفك حاجه وهي بدي يكسر حاجه، بس انا عندي بلحق على طول. مسمار يقع بتاع بلحق على طول. يبقى هو عارف اللي دي قبل كده اتكسر، فما يجي يفك عربيه زي دي تاني خلاص هو عيب. عشان كده الخبره بتفرق. ما هو انت لما تيجي تشتغل مع اي حد في اي شغلانه انت بقالك قد ايه بتعملها؟ ما هو انا كمذيع انا بقالي قد ايه بعملها؟ ده حقيقي. لو بقالي سنه اكيد ما عدتش بمشاكل كتير، بس انا عديت بمشاكل كتير خلتني ابعد. انت النهارده خالد عيش بقوته بشغله انت ليه وصلت للحته دي؟ ما في 100,000 مذيع جنبك اللي انت مريت بخبره، مريت بحاجات علمتك. بالظبط. لا يعني بيقول لك كده بالبلدي ياما دقت على الراس طبول. طبعا. يعني اللي هو وتوقفنا وحصلت لنا مشاكل. ياما الجمل كسر بطيخ طبعا. حاجات. ما هو انت لازم تعدي بالمشاكل دي علشان لما تيجي تفتكر المشاكل فتبقى هي دي اللي بتوقفك تاني وتقول لا خلاص انا مش هغلط الغلطه دي تاني. مصيبه بقى طبعا الكبيره ان انت تبقى بتغلط نفس الغلطه، ودي الناس اللي بتلبس بقى. بص انا عايز اقول لك على حاجه. انا من الناس اللي بيقولوا ان انا ابن مهنه. انا النهارده اشتغلت المهنه دي بايدي. الناس عارفه طبعا ان عبد الرحيم بيشتغل المهنه دي بايده. في فرق النهارده اللي انا بديب فروع وصاحب المهنه معلم. اللي بالك. ايوه ما انت عشان فاهم دبور على دبور ما يقولش. ايوه بالظبط. ما يقولش مش هيجي سكه. هتيجي تقول لي مش عارف. وفاهم كل الصناعيه يعني. انت فاهم لما تيجي تتكلم معاه. انت قلت في الاول ايه؟ انا دارس او شايف الوضع، بعرف اخش كل واحد من ناحيه. بالظبط. النهارده الصنايعي لو وقف مع عميل هيشتغلوا ويجيبوا يمين وشمال. والعميل غلبان مش فاهم. ايوه الصنايعي بقى بيقولوا بقى صايع. انت فاهمني. غير انا النهارده انا كصاحب مكان عندي الاولويه للعميل. طبعا هو ده اللي بنكمل معاك. ايوه. النهارده انا في وقت بتعامل مع العميل ده هيجيب لي جنبه 100 عميل تاني. صح. فانا لازم العميل ده يبقى ماشي. الشغلانه دي بتعتمد على السمعه. لما بيجي صنايعي يبقى عارف صاحب المكان معلم في مهنته عمره ما يشتغل عميل. صح. ولا يشتغل خلاص. هو عارف اللي في وضع. هو مسلم لك يا باشا نفسه. ايوه. هو انت عارف اللي في حاجه هتحصل هياخد على وشه. انت فاكر حاجه كوميديه حصلت مثلا حد يعني انت لما بيحصل غلطه في العربيه بتعترف ان في تقول معلش ده حصل كذا وتشيلها؟ بكلم العميل عادي خالص. في وضع 1 2 3 واكلم التوكيل في ساعات قبل ما اكلم العميل وهعرف احلها.
انا هحلها لك. كل حاجه بتتحل. بص انا عندي كل حاجه بتتحل طبعا. يعني في حصل انا محنتي دي يعني تحرق الدم والله بجد. يعني تجيب لي واحد الضغطه والسكر لازم طبعا. تجيب لك مرض ده بعد الشر والله يعني. من الحاجات اللي بتحصل بس خلاص اتعودت. النهارده مثلا حاجه حصلت في عربيه كلم التوكيل ايه كده اديله الرقم الشاسيه بعد اذنك انا محتاج كذا اجي اجيبها واجيبها كده وخلصانه واكلم العميل اقول له حصل كذا كذا والفاتوره اهي وخلاص توكيل. هو التوكيل ده يعني ما فيش حاجه خلاص هتلاقي كل حاجه عنده تمام مسمار مش عارف ايه المجمل نفسه اللي انا النهارده بحافظ على العميل عندي. صح. انا عجبني قوي فكره ان العميل رقم واحد دي طبعا. لان في ناس بتبقى تداري على الناس اللي بتشتغل معايا يقول لك لا يا باشا ده راجلي وده اللي بيشتغل معايا بص طالما العميل مؤدب ما غلطش هو رقم واحد عندي. لا بس انا النهارده ما ينفعش عميل يخش يغلط في صنايعي هان المكان كله. لا هو احنا بنتكلم عن الناس اللي بتاخد حقها انا بتكلم بالادب. ايوه انت النهارده راجل عميل محترم. انا بتعامل مع العملاء الحمد لله بفضل الله العملاء لقيتها بجد بنسبه مش كلام والله بنسبه 99% كلهم ناس محترمه جدا طبعا وعارفين بيجيبوا شغلهم لمين يعني جايبين العربيه لمين فعارف اللي هو العربيه هتطلع ايه صح. حتى لو في مشكله هو عارف الراجل ده هيحل. يعني انت فاهمني. يعني انا من المواقف اللي حصلت قبل كده كانت برضه عربيه مرسيدس والفانوس بتاعها طق ازاي طق ازاي بنزين يبقى انا راجل بينظف كلمه مكان لازق دبل فيس البنزين ايه سيل مش غلط الصنع مش غلط الصنع. انا كلمت التوكيل اصلا بالله الفانوس ده كان ب 135,000 جنيه يا نهار مبلغ يعني انا مش واخد اصلا في البروتكشن طبعا مفيش الكلام ده. كلمت التوكيل وقلت له الوضع 1 2 3 قال لي ماشي بعت لي رقم الشاسيه وبعته جبنا الفانوس جيرك. من الناس من المواقف اللي انا يعني افتكرها الراجل ده في صداقه بيني وبينه رهيبه. جه قلت له الفاتوره 1 2 3 والفاتوره ايه واحنا ركبنا فانوس دي. قال لي ليه؟ انا بحسبه ليه دي زعلان اللي احنا جبنا انت لعبت ليه في العربيه وغيرت قلت له يعني احنا تقديرا لحضرتك عشان حضرتك ما تزعلش. قال لي يا باشا ده خير ربنا ده حاجه بعدت عن عيالي وبعدت عني ده نصيبي والراجل صمم اللي هو يدفع في حق الفانوس. فاهم حضرتك هو بقى مش كل الناس زي بعضها كل الناس طبعا زي بعضها خلي بالك انت النهارده ما بغير على حاجه هو حق العميل عليا طبعا. النهارده حاجه باظت انا حق العميل عليا انا بغير مش بقى مثلا انا مش ماشي مثلا اقول له ايه خير ده ربنا فداك ربنا يعوض عليك ربنا يعوض عليك ده عيالك ودنيتك وانت ماشي على طريق انا مش الكلام ده. النهارده غلط حصل انا فكره ان انا اجيب العربيه فلازم تتخبط خبطه عشان يقول لك اصل بتفدي العين يعني يا عم ليه يا عم انا بعمل موقف يا عم ليه بص ضحكتني ضحك رهيب. عميل جاب عربيه وعربيه ايه جايب عربيه بي ام زيرو ده حط عليها دم ماشي وساب الدم ده مثلا اسبوع اقول لك حط عليه بروتكشن والله انا عايز الدم يبقى متبطل. لا وطبعا احنا بنعمل بولش بنخش بولش واكس والكلام ده تعمل بولش الدم مش عايز يطلع مفيش عايز دي ولسه ما عليش ايوه الدم مش عايز يطلع. كلم الراجل خلاص انت من كتر البولش البويه هتبان يعني خلاص انت العربيه تكلح. ايوه اكلم الراجل طول الوضع 1 2 3 في التليفون بقى راجل جميل يعني ناس الصعايده اللي هم الناس اللي بتوع البلح المهم كلمه معلم الوضع 1 2 3 قال لي الدم باين قلت له قال لي 5 باينه والله العظيم سيبها قلت له باين بس مش عايز يطلع انا مش ما فيش خالص ما قلت له لا ما فيش قال لي خلاص اعمل عليه بروتكشن بالظبط والله تبقى حلوه تبقى شكلها شيك ايوه وعملت البروتكشن وفعلا باين 5 كده ايه تطبيع. انت بتعمل ايه في العربيه اصلا لما بتجيب عربيه جديده؟ انا طبعا ما بجيب عربيه بس هنا اول حاجه بدخلها انا من الناس اللي طبعا الوناش بتاعتي بتلف البلد كلها تجيب ايه العربيات الزيرو اوكي عشان طبعا انا متعاقد مع معرض. ايوه يعني حاجه من الحاجات اللي الناس ممكن ما تكونش عارفاها اللي ما عملتش بروتكشن قبل كده لما بتاخد العربيه بيبقى يفضل ان انت تاخدها بالونش تروح على البروتكشن على طول والونش طبعا بتاعنا يعني ما يحصلش اي حاجه بالظبط. بجيبها بالونش باجي بدخلها بقى مراحل في مرحله بولش بتاخد 3 مراحل وفي حاجه بتاخد 4 مراحل انت فاهمني. انت بتعمل كده مع عربيتك انت الشخصيه كل اي عربيه فين اي عربيه كده هي نظام ماشي بيه اوكي تمام. طبعا بتخش تفك بقى الاوكر والميبات تفك العربيه كلها وتدخلها بقى للصاله تعمل بروتكشن. لا انا بتكلم بقى انت بتخاف من الحسد وكده
يعني بتعمل بقى حاجات في العربيه اللي هو تذبح؟ لا 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 انا بذبح، انا من الناس بس أنا من مش بتبقى رابطها بالعربيه؟ لا مش، لا بس انا ممكن النهارده مثلا جايب عربيه جديده اذبح، مم. بس مفيش حاجه اسمها احط دم تحط لا 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 وتخمس مش وكده، الكلام ده. تعلقش صندل في العربيه والحاجات ممكن على جزمه الحاجات دي. في ناس بتعمل الحركه اللي تعلق صندل وبتاع اه والحاجات اللي هي بقى ايه، عين عضة الحسود في أسد عودي ومش عارفه حلاوه. ايه ونظره عضة حسد اسد كده، ولا انت نظرة فاهمني. حسد. وعين زرقاء. في العين ناس بتعمل كده. الزرقاء. ايوه دي كنت بعملها في اول عربيه جبتها زمان، عملت الحاجات دي بس عشان كانت امي بقى. يعني كانت امي ادتني كل الكورس فاهم. واللي هي الحاجات الزرقاء كانت جايبه لي الحاجات الزرقاء قبل ما اجيب العربيه اساسا، في اللي هو عشان لازم تتحط لازم تتحط في العربيه. بس بعد كده يعني خلاص يقول لك تاخد العين. على الله بقى اللي لا عارف خلاص بقى. اللي يحصل. بس انا من الناس اللي انا ممكن مثلا ايه جايب عربيه بذبح. دي الذبح وكده، ان انت فكره ان انت توزع على الناس. يعني هقول لك على حاجه، انت ايوه لدرجه ما ممكن مثلا ايه حد عندي في العيله تعبان وتعبان جامد اذبح، وبيقول لك بقى الايه دي انا مقتنع ان تمام دي وانت الموضوع ده حلو يعني. طبعا دي الموضوع ده انا بحبه الصراحه، طبعا بحب الذبيح يعني، بحب اللي انا اذبح كتير. وعلى فكره هو حلو ان انت بتاكل ناس طبعا. بعيد عن بعيد عن دايرتك. الذبيحه اللي انت بتذبحها دي هي طالعه كلها لله، بس دي حلوه، مش تحطها في الثلاجه عندك، لان اللي بياكلها ده هو بيدعي، هو ممكن ما يكونش عارف ان انت اللي وصلت له اللحم، بس هو بيدعي اللي جابها له حقيقي. فدي بتبقى من الحاجات الحلوه. ده حقيقي. طب فاكر اول عربيه ركبتها؟ كانت اول عربيه كانت بتاعتك اللي هو بتاعتك 100%، مش بتاعت نوبيرا 2006. كانت اسمها ايه؟ نوبيرا. ايوه كانت لونها ايه؟ فضي. دلع فضي. ايوه طبعا فضي. كانت دلع. كانت اعلى عربيه موجوده. لا بس انت كده يا باشا طبعا الاغنيه. انت انت طبعا الغنيه طبعا. جبت نوبيرا 2006. والله كنت جايبها 2006. كان ابويا عنده مبدأ كده يقول لي ايه، يقول لي انا بعلمك بفلوسك. عارف انت الكلمه دي؟ ايوه يعني انت كأن انت اللي اشتريت العربيه، هو خلاك بمرتبك. انا بعلمك بفلوس. يعني انا معايا ليسانس ده باعلام. والعربيه دي والدي كان جايبها لي رحمه الله عليه يعني، مرحبا، اول ما دخلت كليه. اوكي. كانت بقى ايه النوبيرا دي كانت زي جي كلاس دلوقتي. ايوه نوبيرا يا باشا. انا احكي لك موقف. وجبت الدوده فاكر تتحط ورا دي، الفرو اللي بتحط على العربيه. ايوه كان في الفرو وفي الدوده ورا، يعني الدوده الاحمر والازرق والالوان دي. انا ما اعرفش مين صاحب انتشار الدوده. والدبدوب اللي بيتحط على الكراسي، والدبدوب بتاع الكراسي. ما انا كنت بتاع اكسسوارات بقى. فانت لازم تدلعها بقى. كنت مدلعها قوي. ادلعها. وبص بقى ايه، احط الدوده واشيلها ابيعها. نجيب حاجه تانية. ايوه انت فاهم. كنت ببيعها مستعمل يعني. حاجه ليه، كنت مثلا واحد حبيبي مثلا عايز ده مستعمل. بس ايه سبب انتشار الدوده دي تحديدا؟ الدوده كانت طالعه موضوع كده، ده ترند مش عادي يعني. لا مش قادر افهم، لان هي فجاه بقى في الدوده دي في كل العربيات. ده حقيقي. ايوه طب الدوده دي كنا بنبيعها ايام بخصم 150 جنيه. 150 جنيه كانت كتير. ايوه طبعا. واشتغلنا فيها شغل. كنت فاكر ان انا كنا معلقينها على باب المحل كده من بره كده. ايوه زي الذبيحه. زي الذبيحه والله. بشنكل كده وبتاع زي الذبيحه كده. المصريين برضو عندهم حاجات بتنجح، ما تبقاش فاهم هي انت حبيتها ليه. طبعا. يعني ايه فكره ان انا احط دوده في العربيه؟ لا ده كان ليه احط دوده؟ وبقى ايه، وتشوف مثلا حد مثلا حاططها على الطابلو بتاع العربيه، الطابلو قد كده كل شويه تقع. طلعها على الطابلو كل شويه تقع. لا وفي الكلب اللي هو كان بيهز دماغه. والله العظيم الكلب ده كان تكاتك الكلب ده انا اشتغلت منه شغل. ايوه طبعا. انا لغايه دلوقتي عندي 2 كنت حاططهم في العربيه عندي في البيت، سايبهم في البيت. والله العظيم جه قبل كده زبون بيسالني عليه. فبصت بشوف يعني مطلوب برضه. بيقول لي انا عايز كلب بيهز دماغه. دي هيخص العربيه يعني ولا ايه؟ الكلب اللي بيهز دماغه. لا كان موال. يعني انا عايز احكي لك مواقف اللي انا هي اتعلمت واديت خبره قويه. وانا صغير كنت شقي يعني. اوكي. كلنا. فجيت اول لما خلصت ثانويه عامه، فابويا وداني في حته في المنوفيه اسمها الشهداء وكفر عشمه. ماشي. ليه بقى؟ كان عايز، عارف انت اللي هو ايه، حته الانا، فعايز يكسرها. فهو وداني قعدني مع الصناعيه سمكري وبوكياجي. انا الناس دي قعدت معاهم مثلا حوالي سنه الا حاجه بسيطه يعني، لحد المهم اللي انا دخلت فيها الكليه. اوكي. الناس دي علمتني الحياه. طبعا. الشقه بقى الشغل. هو الشقه. ومفيش حاجه اسمها انت لازم النهارده الصبح تقوم الصبح الساعه 7. فاكر انت العربيات اللي هي الترانكو اللي هي الصباح اللي انت تبقى قاعد فيها النار ايوه عامل كده والصاج سخن. كنت اركب الترانكو دي من عندنا من طنطا. اروح هناك المنوفيه في كفر في كفر عشمه والشهداء.
الحتة دي بقى طبعا شغل يعني. طبعا. كنت اطلع الصبح من الساعة 7 الصبح، ارجع الساعة 7 بالليل. عارف انت اللي يقول لك ايه، ترجع حتة فسيخ. ايوه كانت امي على فكره هي دي الحاجات اللي بتعمل بتعمل شخصية. بتعمل شخصيه بالظبط. لما جيت بقى ليه ابويا عمل كده؟ كان ابويا الله يرحمه كان معروف في طنطا، وكان راجل تاجر محترم، وراجل كان ليه تقل يعني. بس كان الدنيا كانت محكومه في طنطا طبعا. انت فاهمني. عارف انت لما كان يبقى ايه مثلا ابويا ده كان راكب عربيه بجو، يقول لك راكب عربيه بجو، فهم اللي كان فيه مرسيدس بس راكب في طنطا كده فاهمني. فالنهارده انا مثلا كنت انا اطلع اقول ايه، كان ابويا اسمه عبد العزيز، كنت اقول انا ابن الحاج عبد. عارف انت الحته انا دي. ايوه هو كان عايز يكسر فيها الحته دي، فما عمل فيها كده ورجعت وقفت بقى، خلاص خلصت المهله دي كده، ورجعت وقفت في المكان عندي مكاننا بقى. عارف انت اللي هو عايز انزل ايه كل يوم ابوس رجلي. انت مقدر قيمه اللي انت فيه خلاص بقى انا شفت السواد. السواد يعني انا فاكر انت ازاي مثلا تديله المفك واخده منك خبطك على ايدك عشان انت اديته بالمعكوس، لازم تقول عشان ياخد يشتغل على طول. صح. عارف انت الحاجات دي. لما وقفت في مكاني او مكان ابويا، لا خلاص ما هرجع تاني للسواد ده، انا حافظ انا اكل بسناني. تعرف كان عمرو سعد بيتكلم في بودكاست، كان بيتكلم على انه هو صعبان عليه عياله. بيقول لك انا صعبان عليا عيالي ان هم ما بيشقوش طبعا يعني. وبعدين لما بيطلبوا حاجه انا ما بقدرش اقول لهم لا، بس انا نفسي اقول لهم لا. يعني نفسي ما تبقاش عندهم كل الحاجات، يعني نفسي ابقى يبقوا محسين بقيمه الحاجه اللي بتجيلهم. هو من اللي عمرو سعد شيء جدا. هو بيقول لك انا عشان شقيت فانا النهارده عندي مش عايز احط عيالي في الشقه ده بس هو نفسه ينشاف اللي هو لا مش كل حاجه سهله يعني. مش كل ما نيجي ننزل يلا بينا نشتري. انا النهارده مثلا عندي عمر ابني تمام، انا عمر ده يعني عارف انت بينزل عنده 3 سنين بينزل يقف في الفرع عندي، بيقف مع الصناعيه، الصناعيه بتحبه، ده يهزم معاه وده يشيله وده مش عارف 3 سنين صغير برضه، لسه 3 سنين طبعا لسه طبعا. بس انا النهارده عمر ابني ده روحي فيه انا خاف عليه من الهوا طبعا. فانا ما احبش يتحط في الشقه اللي انا اتحطيت فيه. لا انا احب في اوقات تحب لازم مش لا مش بس لازم يبقى عارف قيمه الوضع اللي هو فيه. يعني هتلاقي حتى مامته هتلاقيها هي بتلعب على الحته دي اكتر. الستات بيلعبوا قوي على الحته دي، اللي هو مثلا هو نزل محل لعب ماشي، فطبيعي الطفل عايز ياخد كل حاجه. انا عايز كل حاجه. لا احنا هنشتري دي الشهر ده والشهر الجاي هنشتري دي. ده حقيقي. ما فيش حاجه اسمها ايه هات اللي انت عايزه كله حبيبي اجيبه لك. لا ده حاجه في التربيه لازم يبقى هو عارف ان لا طب استنى الشهر الجاي لو مثلا جبت درجه كويسه في كذا، لو عملت كذا هنجيب لك كذا، عشان يحس ان في حاجه مش فجاه انا عايز كذا فاديله. فدي صعبه. انت كابنك انت تصعب عليك، انت انا نفسي في كذا، انت لو لا طلب لبن العصفور انت عايز تجيبه له حالا طبعا. فهي دي المشكله، هي دي مشكله في التربيه بتاعتنا. ده حقيقي. يعني هي دي صعب. انا عارف ان ده تحدي صعب جدا. ده حقيقي. لان انت بتبقى بتقول يا رب ربنا يرزقني عشان عيالي، ما انا عايز فانا عايز اسعدهم. فجزء من اسعادهم وتربيتهم ان احنا ما نجيب لهمش كل حاجه. ما ينفعش نجيب لهم كل حاجه. يعني لازم نجيب لهم الحاجات اللي هم محتاجينها بالترتيب عشان يبقى حاسس ان ده حقيقي، ان دي جت بعد تعب. وانت زي ما بتقول كده الام بتبقى عليها عامل اشطر. احنا بصراحه قلبنا ضعيف حنينين قوي بصراحه. قلبنا ضعيف شويه تحس اللي هو شويتين. انت بينزل معاك تلاقيه يا باشا اشتري يا باشا المحل يلا نروح كل حاجه هاتها مش مشكله. لا الام بتبقى شاطره في الحته دي. تعرف انا اول عربيه بقى انا افتكرت بمناسبه اول عربيه، انا اول عربيه جبتها كانت فيات 128 موديل 87 ملاكي منوفيه معدل لونها ابيض، كانت معدله في امريكا بره وجوه. انا فاكر الجمله على بعضها كده يعني. بص دي كانت جمله على بعضها. دي كانت من العربيات النوادر، يقول لك النوادر دي فشختني. يا موديل كام؟ دي فشختني. كانت موديل 87. جبتها سنه كام؟ جبتها في لا هقول لك انا في 2004 2003 2002 2003 بالظبط. هو ده كان الوقت. طبعا جبتها بقى لان قبل كنت ما اروح اقدم في نجوم اف ام. جبتها طبعا صلحتها بفلوس قد كده. انا فاكر جبتها ب 13000 جنيه. 13000 ما انا كان ضحك علينا. احنا عيله بيحب يضحك علينا قوي. فجبتها ب 13000 جنيه وصلحتها، صرفت عليها بتاع 1000 وشويه
عملت بقى فيها شويه حركات، ورحت طبعا. ساعتها عملت فيها شويه اكسسوارات فرش بقى ودلع. وفرشتها طبعا بقى. وعملت فيها. مشكله ان هي كانت كل شويه تعطل طبعا. برضه، يعني هي مصممه. انا فاكر بقى كويس قوي المرحله 1300. بتاع، بص في مرحله بتاعت اللي هي تعطل على مطلع. طب انا عدت مني مرتين، انا فاكرهم كويس قوي. مره كنت في ميدان التحرير ووقفت فجاه، فانا دايما كنت بشوف قرايبي وكده اول ما العربيه بتعطل بيفتح الكبوت. فتحت الكبوت. طب فقلت اول حاجه هشوفها بفتح اطمن على الميه. طمنت على الميه دي، بفتح اطمن، بوم. طب دي كويس ان هي جت في ايدي. طب كانت كارثه. مشكله. كارثه. مشكله. سبتها في ميدان التحرير ومشيت. ما هو انا مش عارف اعمل، ما انا مش عارف خلاص. اتصرف. سبتها مفتوحه زي ما هي كده وايديا موقوحه. المره اللي بعديها كانت عند كوبري صفت، وطالع على الكوبري وهي طالعه، عارف بتعمل راكب حصان كده، عملت جراجه كده تكارك، وبعد كده شكرا. خلاص. بعمل ايه يا جماعه؟ ومين اللي هينزل يزق معاك بقى؟ وازق على مطلع. لا مفيش بقى خلاص. و... 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 ومش عارف اتصرف. فرحت عملت ايه؟ رحت بطلتها، شديت الهاند بريك. طبعا الهاند بريك ما بيشتغلش، بترجع لورا. شد في ايدك كده. فاديته غيار. ورحت نزلت على صفت ادور على ميكانيكي. فاحنا كنا يوم حد. خلاص بقى شكرا. فرحت لواحد في بيته، جبته من بيته عشان يجي يبص عليها والحمد لله. الواحد بيفتكر والله الحاجات دي، يعني دي كانت من الحاجات اللذيذه قوي، على قد ما هي كان مواقف صعبه. بس انا كنت واخدها وقتها حتى بضحك. طبعا. اللي هو انا راكب العربيه، انا دي انا يوم ما اتباعت انا عملت فرح يوم ما اتباعت. قبل كده كان عندي 14 سنه 15 سنه كده، كنت صغير لسه. خدت عربيه كان ابويا واخدها من واحد صاحبه، كانت مرسيدس. وخدتها منه. طلعت عندنا في الشارع اسمه شارع البحر، واقفه لجنه. اوكي. لسه صغير، لا مفيش، كنت قصير كده. سبت العربيه مفتاحها بحاجتها في نص الطريق، ونزلت عديت الناحيه التانيه، ركبت تاكسي ورجعت. انت خايف من اللجنه؟ احنا عارفين بقى اللجنه دي، كان يقول لك اللجنه يعني انت هتتحبس. ما مفيش بقى. ايوه. سبتها مكانها وعديت الناحيه التانيه وخدت تاكسي ورجعت. ايوه. لا بفتكر الحاجات دي والله الحاجات كانت جميله. الدنيا كانت سهله. هي سهله ولا احنا اللي كنا مستسهلينها، او احنا اللي فاكرينها سهله؟ وهي عشان احنا كان في ناس تانية مسؤوله، يعني زي ما انت قلت كده، باباك الله يرحمه كان هو دايما هو اللي ماشي البيت. فانت مش شايل هم الدنيا. مش شايل هم. انت يا باشا، انت اخرك شايل هم انت رايح الدرس النهارده مش مذاكر. لا، وبعدين حتى في شغلك انا في الشغل انت مش شايل هم الصناعيه دي هتقبض ازاي. انت مش عارف في اب بقى فعلا الاباط انت بتحس فهل هي كانت سهله عشان كده؟ عشان كده ما خلي بالك برضه مع الاباط برضه، الله يكون في عونهم، بيوصلوا مرحله بيبقوا مخنوقين. طبعا. الابن اللي بيبقى تحت ايده مسؤوليه صعبه. طبعا. احنا دلوقتي فيها. ما طبعا احنا دلوقتي بقى فيها. مسؤوليه. انت مسؤول عن عيال، طبعا اطفالك، طبعا، مسؤول عن ناس موجوده شغاله معاك، موظفين، ايجارات وعمالات. يعني انت عندك قصص، يعني الحاجات طبعا. دي انت كسبت جنيه، كسبت 100 طبعا. انت الحاجات دي لازم تتعمل. طبعا. زي ما بيقول كده جدتي الله يرحمها، كانت تقول لك في بقى مفتوحه. مفتوحه فعلا. ده احنا بقى بنمر بيه دلوقتي، اللي فيه بقى مفتوحه، واحنا لازم نسيب. وده بيجي بقى ساعات مثلا تبقى ايه طول الوقت متعصب بس انا اقول لك على حاجه. النهارده مثلا كان زمان على ايام ابويا ما كانش اللي هو الايه الدنيا واسعه قوي كده. يعني كان الدنيا على قد ملموم. عارف انت لما كنا مثلا نيجي مثلا كنا احنا نذبح مرتين في السنه، مره في رمضان، مره في العيد الاضحيه. احنا كده من الناس الاغنياء طبعا. شفت انت الوضع عامل ازاي؟ عامل ازاي؟ انت بتذبح مرتين، يعني انت من الناس الاغنياء. عديت. ما كانش فيه بقى الشغل ده، وما كانش فيه الدنيا دي، ما كانش فيه الدنيا مفتوحه. انا عايز اقول لك على حاجه بقى. الدنيا الفتره اللي فاتت دي والفتره اللي جايه اغلبيتها مظاهر. ده حقيقي. النهارده انا مثلا ربنا كرمني مثلا معايا مثلا معايا جي كلاس. انا جي كلاس دي بقى مبلغ كبير، عليها فلوس، بس جايبها عشان الايمج بتاعي بقى. صح. فاهم الفكره؟ لا احنا بقينا بنفكر كده للاسف طبعا. بس انت عارف هي حاجه كده بتوصل لحته نضج كده. يعني انا اقول لك على حاجه. انا معايا عربيه بتاعتي سي 200. تمام. ماشي. ودي عربيه انا يعني تعبت عشان اجيبها واشتريها، وحاجه صعبه غاليه، وجزء منها ان انا عايز يبقى شكلي طبعا. رحت من فتره اشتريت عربيه اكسنت، عربيه بسيطه وحلوه
انا كنت في الاول يفرق معايا قوي ان انا لازم ابقى راكب السي 200 دي، وهي دي انا النهارده عادي حقيقي. بتحرك بالاكسنت عادي، عادي. يعني مش اللي هو هبص اللي هو لا انا عشان ابقى راكب مظهري إيه. فبحس ان في بص، مرحله عشان انت وصلت للحته اللي انت كنت عايزها، فوصلت لها وعملتها، خلاص بعد كده الموضوع عادي. يعني قصدي ما بقاش فارق معايا موضوع بصة ان ما اعرفش بقى، يمكن عشان انا داخل بقرب على 40 ولا ايه ما اعرفش بس عارف اللي هو بقى عندي حاله لا بس من هو كده حالات خلي الذوق بالك، دي لا هو كده. كده خلي بالك. اه يعني انا من الناس مثلا، انا بحب العربيات، فعندي كم عربيه يعني. ما شاء الله. فمثلا بالنسبه لي مثلا كنت الاول لازم العربيه دي تمشي كاوتش بيلمع بالظبط. ايه وانزل ماسك الفوطه في ايديا، اه اركن على جنب او ملمع العربيه. دلوقتي تعالى بص العربيه عندي، وعندي مغاسل اهو في الفروع، عندي مغاسل بتاعتي، عربيه متطينه ومتبهدله يعني. بس انت تبقى وصلت لمرحله كده، مش هي مش زهد، لا هي مش ذوق، هي لا. بتبقى سلام نفسي. لا هقول لك ممكن ايه بقى، اه يعني ايه، شبع مع شبعت. بص مع ايه، مع قله فضا. ايوه عارف انت الحته دي كده. يعني انا كان املي ان انا اكون مرسيدس، طبعا املي النجم. النجمه. مم. اما النهارده الناس تقول لك ايه، انت راكب النجمه. مم. فربنا كرمني، جبت مثلا السي ال 200 موديل السنه 24. ما شاء تمام؟ الله ربنا كرمني بعديها جبت الجي كلاس. ما شاء الله. تعال شوف بقى الوضع دلوقتي، انا ممكن امشي بالام جي بتاعت مراتي. اه انت فاهم، خلاص انا عملت اللي انا عايزه وجبت اللي انا عايزه صح. وربنا كرمني، فخلاص. اللي انا بقول لك بقى حته الشبع، شبعت. مش باش كلمه شبع، يعني عملت اللي انا عايزه مع قله فضا بقى. يعني الناس، انا من الناس، انا من طنط. ايوه انت بتحترم فكره المظاهر، وبتحترم فكره ان هي دي انا مطلوب. لازم تبقى مطلوبه، بص، ولازم هي مطلوبه في مطلوب. شغلي، ولابس مش كويس هضحك عليك. وكذا وكذا. مطلوب. طبعا انا النهارده مثلا لما بخش حتى مع عميل، مع حد معرفه، لا داخل بعربيه شكلها عامله ازاي، نظرته ليا هتبقى عامله ازاي في الاول، للاسف. لحد لما يتعامل مع شخصيتي. طبعا بس ده للاسف، يعني انا بقول يعني ده حقيقي. وللاسف بس للاسف خلي بالك، انا عايز اقول لك حاجه بقى، النصاب شيك. طبعا ده بيلبس احلى لبس ده واحلى عربيه واحلى. مش امال انت ايه. شفت المسلسل بتاع اسر ياسين؟ ايوه كان ايوه اللي هو بتاع صور ولا صوت، اللي هو 100 وش ده، ولا اللي هي بتاعت 30 نيللي كريم وش، مش فاكر شفت كان كان اسمه بيلبس 100 عامل ولا ازاي؟ 100 وش 100 اه وش. شفت كان بيلبس عامل ازاي، لازم يبقى وعربيات شيك. عامله ازاي، ايوه طبعا وبرنس. طبعا اي حد يتخم فيه. مم. هو دي مصيبه كبيره، مم. بس هي مطلوب. بس انت ما بتتخدعش في المظاهر. لا عمري. يعني انت عشان تبقى ابن سوق، ابن السوق بقى انا ولعبتي. فاهم الدنيا فيها ايه، فانت هتخش النهارده اللي بيخش لي ده آه. انا بجيبه من رجله لحد أمال إيه؟ شعره. ده لعبتي. ليه هتلبس لي مش عارف ايه، ايوه، ما بقتش ولا فاهم. الهوا ولا الهوا. ووصلت لمرحله كمان اللي انت، يعني انا من سكان زايد، انا قاعد في زايد، الحمد لله واخد عندي فيلا في التجمع، ما شاء الله. انت فاهمني، فانا قاعد هنا وبقعد هنا. بس لسه طبعا انا في التجمع عشان الفرع الجديد اللي بفتحه في التجمع، وقعد في حتت قويه جدا. النهارده انا بعرف العميل اللي داخل لي ده، اللي هو عارف انت اللي بيتكلم بالشوكه والسكينه ده، هل هو بجد بيتكلم بالشوكه والسكينه ولا هو عايش الدور؟ لا هو عايز الدور ده كتروا قوي دول. لا ده كتروا قوي، ده بالظبط. ده اللي هو يا عم ما تعيش عيش اهلك يا عم بقى. في ناس تخش، ناس اللي هم جايين بقى من الاقاليم بالجلاليب او من غير الجلاليب، مثلا جاي عادي لابس عادي، وناس اسلوبها جميل يخليني انا انتبه له، تبقى مقدره جدا، وخلي الفرع كله واقف له على رجلي. بس عارف انت في ناس تخش عايشه دور مش دورها، فبتبقى متعبه. بس المقابل بقى يعني بيبقوا عارفين تمامهم. ايوه لا هو انا بيعجبني دايما في اي حد في اي شغلانه فكره ان انت تبقى بتدرس كوميونيكيشن الناس طبعا. ان انت تبقى فاهم تعبيرات وشه، الراجل ده بيفكر ازاي، ده حقيقي. الراجل ده هيوصل مرحله اللي هو هيتعصب، هيوصل مرحله اللي هو يتكلم كده، انت فاهم. ايوه يعني فكره السوق بيعلم الكلام ده. وفكره ان الستات كمان بقت معظمها دلوقتي انا عايزه عيالي يتكلموا انجليزي، وعايزه اروح التمارين مش عارف اعمل ايه واعمل ايه، فهي رسمه لنفسها شكل، ولكن مش هو ده اللي انت بتعيشي فيه الطفل بعد كده. فما تعيشي عيشه عاديه. انا عايز اقول لك على حاجه، مش نتكلم انجليزي. انا عايز اقول لك على حاجه، انا من الناس اللي انا الحمد لله ربنا معايا مراتي ومعايا عمر ابني، ربنا يخليه. الله يخليه. انا مراتي متربيه تربيه الناس اللي هم الاسره طبعا، اللي هو عارف انت بالمعنى اللي هو ايه، كان الله يمسيه بالخير الحاج محمد ده حمايه يعني. يقول لك الست خدامه رجال، مش خدامه اللي هي تبقى خدامه القصد، لا
بخليها بالها من بيتها. طبعا عارف انت الناس بيتها كده؟ رقم واحد. بيتها رقم واحد. مم. فعندنا البنات طالعين كده، سواء اخواتي سواء اخوات مراتي اللي هم يعتبروا اخواتي برضه، احنا متربيين على كده. صح. اللي الراجل اللي البيت عند الست بتاعته رقم واحد. مم. فانا النهارده مثلا بتكلم مثلا مع بوسي دي مراتي مثلا، اقول لها بصي احنا لازم اعلم عمر تعليم محترم. ليه؟ انا شفت الكلام ده. طبعا النهارده الواحد المتعلم يا خالد بتفرق. بس مم. طبعا. يا بقى اما بتبقى ابن سوق ومتعلم. انت بتقول لي انا خريج اعلام، ليسانس اداب لسانس اعلام. إعلام. فليسانس اداب اعلام ده فارق معاك. طبعا. انت فاهم انت بتعمل طبعا. ايه. انا راجل طبعا. خريج كليه هندسه جامعه القاهره. طبعا طبعا. فانا فاهم انا بعمل ايه. بس طبعا. يا باشا انا درست هندسه ما اشتغلتش بيها. بس انت دماغك متفتحه. بس كده دي الحتة هي اللي بكلمك فتحت لي الدماغ كده وريتني كده. خلت اسلوبك لوضع معين، بالظبط. وقبولك للناس وضع معين. صح. ده برضه حته التعليم. الواحد النهارده دماغه متفتحه. يعني النهارده مثلا لما بتبقى ابن سوق، انت هتبقى راجل ابن سوق، انت في السوق وشغال وبتتعامل وبتاع، بس متعلم. بس انت هتخلي ابنك يتكلم انجليزي اللي هو انجليزي ولا ساعه لما ينزل معاك انجليزي بلدي؟ لا يعني عارف اللي هو انا ما عنديش مشاكل، بالعكس انا مش ضد، بالعكس يخلي الولد طبعا يتعلم. والاطفال لازم تتعلم. وبالعكس انا حتى لو مدارس خاصه عاديه او مدارس حكوميه او كده، بالعكس مهم جدا ان احنا نعلم الطفل لغه تانية. بس انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم ان هو يبقى قاعد في وسط ناس ما بتعرفش تتكلم انجليزي، زي مثلا ان هو يبقى معاك ويتنطط قصدك، ويقعد بابي اي ويل جو تو مش عارف ايه. عامه او مبدئيا انا مفيش حاجه اسمها بابي. ماشي. انا كنت بقول لابويا، ما كنتش اقول له يا حاج ولا اقول له يا بابا، تقول له يا ريس. ماشي. هتخلي الولد يقول لك يا ريس. اوعى خلي بالك. فانا ما عنديش حته اسمها بابي. بابي دي انا ما بحبش اصلا. يعني النهارده انا اللي واقف معلم في السوق ابني يجي يقول لي يا بابي يا ابني ما يصحش، مش هينفع. فاهمني؟ يعني هيتعامل معامله كويسه، او مثلا يعني حته بابي دي لا مبدئيا. ماشي تمام. النهارده انا مثلا بقول مثلا حماتي ايه، بقول لها يا عمر ده اول لما ينزل عندي الشغل هينزل اخليه ينظف الحمامات. ممكن حد يبقى منتقدني في الحته دي، بس هو مش بينظف الحمامات، بينظف الحمامات. مش بالمعنى ده يعني. لازم هو يبقى بص ايوه لازم النهارده يبقى جايبها من تحت. وانت مش هتنزله الشغل غير عند مرحله معينه، يعني 12 13 سنه. يبقى كده زي ما احنا نزلنا كده 10 12 13 سنه يبدا ينزل يشوف الوضع، ينزل يتعلم المهنه دي اساسها ايه. يعني انا اول لما نزلت ابويا وقفني في مخزن مع الصناعي. طبعا يعني نزلت بقيت اشيل واحط وابص. ما هو النهارده قوه التاجر في مخزنه. تعلمك ازاي انت ترص المخزن بصه عشان ايوه لما يبقى حد عايز حاجه انت بترجع عارف انت الحاجه دي محطوطه فين. صح. فدي النهارده دي خبره. صح. النهارده اللي انا اتعلمته اعلم ابني منه. صح. اوصله للحته دي. بس هيبقى في فرق بقى. انا النهارده طلعت ما كانش عندي رفاهيه اللي انا فيها دلوقتي. بس ابني هيطلع ربنا يديله الصحه يعني في رفاهيه اللي ابوه عاملها له. صح. فلازم يبقى موازن الموضوع. ازاي؟ النهارده لازم عارف انت بالمثل يقول لك ايه، لازم تكسر نفسه. هي كلمه مش قويه مش حلوه، لا بس هي معناها مفهوم ان انت تكسر نفسه. زي اللي انا قلت لك من شويه ان هو مش كل اللي نفسه فيه لا. موجود. لا انت لازم وما يطلعش بحته الانا. يعني انا اقول لك على حاجه، انا بيعجبني قوي 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 عيل الصويرز. انا ببص على الاولاد اللي طالعين طبعا هو نفس اللي انا بقوله لك ده. يقول لك الراجل بينزله الاول مش عارف المصنع ايه ويتعلم ايه وبعدين يطلع درجات. مش هيقعدوا على طول على الكرسي بتاع صح. انا ليه رغم ان هو عادي يقعد. انا بكره انا عايز اقعد الراجل ده بكره هيقعد بس هيقعد لو الكبير ده حصل له حاجه خلاص المكان ده باظ. اما النهارده لما بقى لازم يبقى فاهم بس جدع. النهارده لما ببقى في مكاني وداير مكاني واللي تحتيه عارف اللي انا مش فاهم انا اتكلت خلاص. والله لو عندي 1000 واحد لا هو بس ان انت مش فاهم اساسا طبعا بيكمل عادي طبعا. بس النهارده لما اللي فوق اللي تحتيه واللي تحتيه عارفين اللي فوق ده فكر هو معلم في مهنته كلها بتبقى ماشيه بحسابات. صح. الموضوع مش هيفرط يعني انت فاهم. فعلا الامور بتبقى ماشيه بطريقه معينه ووضع معين وحياه احنا اتعلمناها. دي اهم حاجه يعني. واحد والله بيتعلم حاجات كتيره جدا عشان بكره يبقى ألذ. ده حقيقي. انت بتسافر الصين كتير ها؟ كتير ايه بقى قصتك مع الصين؟
لا الصين دي بقى قصه. بقالك قد ايه بتسافر الصين؟ بقالي 5 سنين. 5 سنين. يعني الهدف الاساسي ان انت كنت رايح في الاول تفتح شغل، ولا انت عارف انت رايح تعمل ايه؟ لا كنت انا رايح اول ما بدات اسافر اه دخلت اكسسوارات. ماشي، بس كنت أولاً- رايح على حته. كنت بس في ناس بتبقى كنت رايحه رايح اللي هو هتشوف لا بقى. كنت رايح جوانزو، رايح نازل خلاص مم. مخطط. انا من الناس اللي انا ايه ما احطش رجلي في حاجه اللي لازم ابقى مخطط لها، اوكي. حتى فروعي. امم يعني ما نفتحش فرع الا بنبقى بص انا بروح عارفين مين بنفسي. العملاء بتاعته مين. اروح اشوف المكان، اشوف مم. الدنيا، اشوف الوضع ماشي ازاي، الناس اللي جنبها عامل كده، مم. فاهم. ف فكنت رحت الصين، كنت في حته اسمها جوانزو، دي بقى السوق بتاع الاكسسوارات، أيوة. كنت بحاول اكسسوارات. فانا طبعا في السوق، بس طبعا ما كانش عندي الخبره القويه اللي انا لسه اسافر فيها الصين. مم. فرحت لميت. يعني ايه لميت؟ ما انا بقى شواف، دي عجبتني هات، ودي عجبتني هات، ودي عجبتني هات، مليت الحوض. ما فكرتش السوق هنا محتاج ايه؟ انت لا اشتريت فكر. بس ما انا عارف، بس اشتريت حاجات كتير. اشتريت حاجات كتير. اه اشتريت مثلا حوالي مثلا 26 بند. ما شاء الله. تمام. هم دخلت اول حاجه وقفت. ليه بقى؟ حصل مشاكل في المينا وحاجات كده، ما كنتش اوكي. انا بقى ما عنديش خلفيه. ايوه وخساره، مش خساره، انا ربنا عوضني في الحوادث دي الحمد لله. الصراحه. بس دفعت عرضيات حوالي 1,800,000. اوف. انا قعدت 4 شهور في المينا، مم. رغم ان المفروض الحاله دي تخش بعدها بيومين تطلع. مم. قعدت والله العظيم قعدت 4 شهور. انت فاهم. طب وايه السبب بقى؟ يعني ايه الغلطه اللي انت اللي انا حسيتها؟ اتعلمت بعد كده اه اللي انت ما تيجي تروح تستورد حاول تخش فيها بند او اتنين، عشان لما تيجي تتراجع حتى عشان تيجي تراجع هنا. ما هنا بقى في ما طبعا تطولش. الجمارك هنا عندنا برضه بتبقى حاكمه الدنيا. برضه انت جايب لي حاويه فيها 26 بند، فلا وانا اركن ضارب بقى فيها ايه؟ اركن بقى نشوف بقى اركنها لي فيها ايه بقى. انت تخيل هيفحص 26 بند، ايوه يعني هينزل الحاويه دي كلها. امم فكان موال. طبعا. اتعلمت بقى. فتعلمت بقى. بدأ بقى ربنا يكرمني في حته البروتكشن. امم بدأت بقى ايه ادرس الموضوع، كنت شغاله بايدي، بس كان الموضوع بالنسبه لي بند طالع من جوه الاكسسوار، زي الدواسه، ايوه زي الغطا، زي الاكسسوارات. فقلت اشوف بقى قصته ايه ده. قلت بقى ايه، لا انا عايز العبها بقى البروتكشن دي. بدات اتعامل معاها بحب، يعني بحب المهنه. ربنا كرمني اول حاجه جبتها بروتكشن. حلو قوي. كنت مدخل بقى بروتكشن كامل، يعني حاجه كامله. الحاجه دخلت النهارده المينا، تاني يوم طلعت. خلاص بقى ما انت فهمتها بقى. فهمت اللعب. اشتغلت بقوه يعني. بدات اللي انا ناس تعرض عليا وكالات، يعني اخد وكيل معتمد، يعني مثلا ماركت 3M. انت فاهم، اكسبل، اخد وكيل. بس انا ما كنتش عايز اخد حاجه منتشره، تبقى حاجه جديده بتاعتك خدت انت. انا حاجه جديده بقى. خدت ماركه اسمها بروفيجن الماني. دي بقى الحمد لله بفضل الله. ايوه طبعا. ركبت بيها الصاروخ. طبعا ما شاء الله. ودخلت طبعا خامات محترمه. دخلت شغل محترم. حتى انا عندي ناس المان من قريب هنا كان جاي زياره الفروع. انا عجبني الدماغ ان انت ما اخترتش حاجه في السوق، انت رحت انت الحاجه. انا عايز حاجه من اول وجديد بقى يا باشا بتاعتي. وايه بقى، ومضيت عقد ودفعت فلوس ان انت بتحتكر بتاعتي. ممنوع تنزل مصر ولا بقى من عن طريق السعوديه ولا من... لا معاهم خلاص. انت طالما بتاخد خلاص انت شغال. تمام، هو كسبان. انت كسبان. يعني انت واخد الوطن العربي كله ولا واخد مصر لا تنزل السعوديه عادي. بس مصر لا. بس ما يعني في ناس يقول لك ايه بس. اجيبها من السعوديه انزلها. لا دي موال تاني. لا وهيدفع عليها اكتر لا ايا كان هو مش هيدفع طبعا بالقوي يعني، بس برضه في ناس تقول لك ايه، ما انا اجيبها من السعوديه واجيبها من دبي. لا بس احنا عاملين العقد يا باشا ممنوع، ولا من السعوديه ولا من دبي ولا من اي حته. والله برافو. ما انت دي بقى الحته اللي بقول لك عليها، حته الخبره والشراسه في التعامل. يعني ايه الشراسه في التعامل؟ اللي انت وصلت للمرحله اللي انت في مهنتك شرس. عارف انت المثل يقول لك ايه، يا اكل قوت يا ناوي على موتي. ايوه لا يا باشا ما تقربش من مهنتي، بس خلاص ما تقربش من لقمه عيش. لا وبعدين انا رحت لحته جديده خالص، فما تجيش بقى تلعب في الحته الجديده بتاعتي بقى خلاص. بالرغم ان انا تعاملي مع المنافسين بتوعي، بلاش كلمه منافسين، الناس اللي هم في المهنه معايا في المكان. لا ما منافسين فعلا في الاخر، بالعكس المنافسه دي اللي بتخلق للزبون في الاخر حاجه حلوه. رغم اللي انا عايز اقول لك على حاجه، انا ممكن اقول لك بقى مثلا حاجه اللي انا النهارده مثلا راجل عندي 8-9 فروع، راجل انا الوحيد بستورد على مستوى مصر. الطبيعي ان انا ماليش منافس، مش تكبر ولا حاجه، بس لما تيجي تحسبها لا انا ماليش منافس. بس انا بكن كل احترام وتقدير لكل واحد في المجال عندي. طبعا فانت فاهمني، كل واحد ليه احترامه وتقديره. لا ما هو ده اللي بيخليك تعرف تشتغل. ما انت لو انت مش شايفه، خلي بالك انت لازم تشوف. انت لو مش شايفه انت مش هتعمل حاجه حلوه. في فرق اللي انا
يعني انا مثلا خالد ده منافس معايا، اه انا شايفك ان انت راجل منافس وراجل قوي معايا وشغال، فاهم اللي انا بركز معاك، لا مش مركز انت فاهم. يعني انا النهارده مركز معاك، انا وقعت ليه؟ انا بشوف ان انت النهارده بتعمل كذا، فانا عايز اعمل زيك. لا انا راجل ببدع. يعني انا راجل اول واحد دخلت ماركه باسم عبده الاميه، باسمي بروفيجن، هي اللي اصلا الخامه اسمها ايه، بروفيجن باي عبده الاميه. اوكي. مش سي ام مثلا كذا، لا بروفيجن باي عبده، يعني باسمي. فالنهارده انا اول واحد في مصر دخلت براند باسم عبده الاميه، هو الماني باسم عبده الاميه. انت فاهم. النهارده انا طورت المهنه. يعني ايه طورت المهنه؟ النهارده بقى الناس بتتعامل مع عبده الاميه اللي هو نجم السينمائي. طبعا انت عملت نفسك فيجر بس ايكون، يعني اللي هو بالظبط. ان انا النهارده بطلع السوشيال ميديا ومعايا فنانين ونطلع نهزر ونضحك ومش عارف ايه ودومات بيجوا عندي بيعملوا شغل فعلا حقيقي، تمام. بس انا لعبتها بحته تانية. خلي بالك، ده كرائد اعمال، يعني انت رائد اعمال في الاخر. انت بتكبر شغل صغير، بيزنس صغير، انت بتكبره وكبرته فعلا وعملت بيه اسطوره وهتكبر اكتر ان شاء الله. الحمد لله. فانت اللي انت بتفكر فيه ده تفكير صح 100%. لان انا النهارده شركه تسلا مثلا، تمام. هو ايه اللي بيخلي تسلا طبعا جميله وحلوه ولذيذه، بس جزء منها ان احنا عارفين ان ايلون ماسك ده صاحب تسلا، وبنتابع ايلون ماسك وبيطلع وبيعمل اغاني راب، ويعني فاهم مجنون. بس هو في الاخر هو عمل بيرسوناليتي، عمل شخصيه بيقول للناس انا صاحب الشركه دي، وبيطلع يتكلم على الشركه وبيتكلم على مشواره وبيتكلم عن كده. فده انت عملت حاجه لذيذه جدا يعني. بالنسبه لتسلا دي، انا عندي حبيبي برضه محمود مصري، ده بلوجر عربيات كهرباء قوي يعني ما شاء الله، صديقي قوي، من الناس اللي هو دخل تسلا مصر. يعني كان اسمه ايه؟ محمود مصري. عارفه طبعا. ايوه عارفه. ايوه عارفه، شاطر قوي جدا، شاطر قوي. هو شاطر في العربيات الكهرباء تحديدا. هو شغلته هو تقول له بنزين يقول لك لا. ايوه بس هو في عداء الكهرباء. يعني انت فاهمني. بس الفكره كلها بس التسلا دي متسوحه عندنا جامد. لا ده هو راجل، هو كان قبل كده اتعمل عليها ريفيو وحش، اوكي، فبوظ السمعه. لا مش قصدي. انا اول ما رحت دبي من قريب ركبت التسلا. اول مره كنت اركب تسلا بقى، كنت دايما اشوفها تسلا العاديه اللي هي الصغيره دي. صعبه حلوه جدا قوي، وهي العربيه ما فيهاش حاجه غير الدركسيون وشاشه كبيره قوي. هي ذكيه قوي العربيه دي. فاحنا ماشيين، انا بشوف بقى في الشاشه الناس بتعدي، هو راسم لك ان في ناس بتعدي، عربيات جنبك والعربيات جايه مش عارف ايه، جايه الاشارات الكلام ده كله. فالعربيه هي فعلا ذكيه بشكل مرعب. اللي هو ايه ده. شفت فيديو بقى الواحد نزل بالعربيه تسلا في العتبه، فالناس بتترمى على العربيه كانها زومبي. لا وهي اصلا انا بصنف نفسي ان انا مدمن سوشيال. ام خالد بقى وام جاسر والناس دي، كل الامهات دي حبايبي. لسه عسل قوي. ام عمر يعني فيها هتلاقي في ام جاسر قصه برضه يعني. لا ده دي رهيبه. هي الست دي كده اصلا ولا هي؟ لا حاسس ان هي بتمثل. يعني حاسس بس هي لو طلعت بتمثل دي ممتازه يعني. لا حاسس ان هي بتمثل، لان هي شايفه نفسها بتغني اجنبي وبتغني قصه يعني. وبعدين الواحد بيشوف حاجات اللي هو يعني في ام خالد والقصه بتاعتها بتاعت ابو خالد. دي قصه يعني كوميديه. كان في فيديو امبارح هو منزله، ومش قصدي حاجه والله، بس هو واحد بيقول له انت الانستجرام بتاعك ايه؟ قال له الانستجرام ابو خالد اوفيكال قصده اوفيشيال. فاللي هو على عيني ابو خالد، بس يعني بس مش كده يعني. يعني قول ابو خالد بس. يعني قول ابو خالد بالعربي، يعني الانستجرام بيسمي بالعربي عادي، بس هو قال لك ابو خالد اوفيكال وبيقولها بثقه قوي. ففي حاجات بتضحك بصراحه. بس لك موضوع التكبيس وكبس والكلام ده، لا ماليش انا في اللايف ده. يعني حاولت، لسه كنت بتكلم حتى مع خالد جواد، انا حاولت ان انا اجرب يعني اشوف الناس بتعمل ايه. هي مهاره على فكره، هي تالنت مش عند كل الناس. في ناس عندها التالنت ان هو يطلع ويتكلم مع الناس ويسلي الناس، على فكره ما هو جزء من التسليه يا باشا، اللي عايز يطلع يعمل، بس ما تقدمليش حاجه خارجه. لا هو كله عطايا خارج دلوقتي. لا يعني بنسبه كبيره. لا في حاجات مش حلوه كبيرة. مش اللي هو مش بيقدم محتوى، يعني مش طالع انا هتفرج عليه العلم والايمان، بس في الاخر هو بيسلي الناس، هو بيسليك ايه وعامل ايه وايه الكلام، بيدردش معاك، عنده كاريزما، ما عنديش مشاكل. بس حاجات زي حاجه فيها حاجه خارجه لا. يعني انا كنت لسه بقول خالد جواد برضه حبيبي، يعني بقول له انا اول لما شفتك كان هو بازوكا.
كان عملوا بوم كان عملوا الفيديو اللي هو بتاع كان شلبي. ايوه ايوه لا ايوه لا لا ايوه كان بوم. ايوه صح كنت صح من الناس اللي انا معجب بيه ايوه ايوه واقعد اتفرج عليه آه. واجيب البيج بتاعتهم واتفرج عليه. ايوه صح. هم ده في الاخر نوع من انواع الكونتنت ايوه مش مفيد. يعني انت ما خرجتش، ما مسكتش الكونتنت ده قلت بقى انا جالي الهام ان انا هعمل كذا، بس اتبسطت. حقيقي. فالانبساط ده جزء من شغلتنا. ان انا بشتغل ليه؟ انا بشتغل عشان اسليك وابسطك. يعني احنا الانترفيو اللي احنا فيه ده هيبقى فيه حاجات مفيده. ممكن حد يبقى بيشوف قصتك ملهمه بالنسبه له، ممكن حد يشوف حاجه انا بقولها ملهمه في نفس الوقت بيتسلى. بس لو معلش يعني لو احنا قاعدين بندردش وما قلناش حاجه مفيده، بس في واحد قاعد يتفرج على اليوتيوب على اللي احنا بنقوله ده واتسلى، انا بالنسبه لي كده يا باشا انا كده مش فيه خلاص انا إفادة. تمام. ما دي افاده طالما ما قلناش حاجه غلط. لا 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 حقيقي بس حقيقي. طب انا عايز اقول لك على حاجه. نقول انا من الناس اللي انا الموبايل بقى لازق في ايدي. دي حاجه مش هنعرف نتخلص منها. حقيقي كله كده يعني. انا حاسس ان الموضوع ده مرض، بس انا ماسك لازق في ايدي ده ممكن شغل. بتفرج على فيديوهات ده اساسي. ما هو انا مشكله ان انا شغلي ان انا اتفرج على الفيديوهات. الموضوع بقى طبعا اللي متعصبه في الموضوع ده على طول متعصبه مراتك طبعا بقوم اللي هو قاعده طول اليوم برضه على الموبايل. بص انا نفسي بس يعني الموضوع ده مش انا لوحدي، لا مش انت لوحدك، حتى انت قاعد مع مراتك برضه ماسك التليفون. انا نفسي وبحاول اعمل كده، بس انا لسه مش قادر اسيطر على نفسي. ان انا اول ما ادخل البيت يبقى عندي ساعتين 3 ما بمسكش فيهم التليفون. يعني التليفون مش المفروض ان هو يبقى جنبي. نفسي وانا نايم التليفون ما يبقاش جنبي. ليه؟ لان انا لما بصحى من النوم بقعد نص ساعه ولا ساعه ماسك التليفون في الهواء. مشكله انت مش فاهم فيه. يعني تعالى نعمل مبادره كده مع بعض ان احنا نبتدي اتخلص من التليفون. انا ساعات بحطه جنبي عشان بخاف مثلا حد يبقى بيتصل بيا لاي حاجه ضروريه او حاجه. بس انا النقطه بقى عارف انت لو جيت على التليفونات اقول لك ماشي، بس الموضوع وصل مرض. ايوه انت ماسك التليفون انت حتى لو بتقلب كده وخلاص. لا وبعدين بتقلب تسيب انستجرام وتروح على فيسبوك وتسيب فيسبوك. لو بتقلب كده آه. خلاص. والموضوع كل شويه حاجه جديده. يعني انت مش بتبص على حاجه بس قديمه. تعرف ان ده يصنف من الادمان يعني. ما هو ده ادمان. احنا مدمنين. خلي بالك تعرف ان انا بحسب الموضوع ده. ايوه تعرف ان انا بحسب الموضوع ده انا اللي فيه بس لوحدي. لا للاسف هو كتير ده لدرجه، ودي طبعا برضو حاجه غلط. ان انت وانت سايق يعني وانت سايق ما بتصدق ان انت تلاقي اشاره ولا الدنيا واقفه ولا بتاع تروح ماسك التليفون برضو ما بتعملش حاجه. يعني برضو ما عندكش حاجه مفيده بتعمل، يعني ما بتدورش على حاجه ما عندكش، بس انت ماسك التليفون. وده سبب من الاسباب ان السوشيال ميديا للاطفال بالمناسبه خطر. انت عارف لو دخلت تصنيف السوشيال ميديا للطفل من كام سنه؟ 13 سنه. يعني هو المفروض انستجرام البوليسي بتاعته ان ما ينفعش حد عنده 10 سنين مثلا يعمل اكاونت. فهم برضو بيقولوا، بس احنا طبعا لا مفيش خلاص. ده بيبقى عنده 7 و8 سنين وعامل اكونت بالظبط. ما هو بيضرب بقى ويكلمك انا عندي بنت اختي دي عندها اكونت ما شاء الله فيس وماسنجر وبتاع وتكلمني فيديو وتبعت لي. بس احنا لازم نقلل شويه. يعني احنا لازم نبتدي نقلل شويه من استخدامنا للافراط في السوشيال ميديا. دي حاجه مرعبه. وبعدين بتتفرج على حاجات بجد مش مفيد. يعني واحد بيقول لك اوفيكال وامه كانت بتطبخ يعني مش بنتفرج على حاجه مثلا هنتعلم بيها. مش بنسمع كتاب. الممكه دي اللي عدت. الممكه الممكه دي قصه. الممكه دي اللي عدت. يعني انا الراجل انا فكرت انها بقى بتاع فسيخ. جايبين فيديو لقصه نجاحها ان هي قالت لك انا جبت فسيخه في الاول. كان بجد بتقول كده انا جبت فسيخه في الاول وعملتها وصورت بيها وكنتش متوقعه. يعني هي رحله نجاحها بدات من فسيخه. تخيل بقى رحله النجاح عامله ازاي. فلا بتشوف نماذج كتيره جدا. لا هو كله كوم بقى وسوزي الاردنيه. دي لذيذه. استضفتها انا مره. انا عارف. بنت لذيذه قوي قوي يعني. بنت لذيذه قوي. بس هي دمها خفيف وعندها سرعه بديهه في وتلقائيه رهيبه في الردود. بتتكلم عادي. بس ما هي بقى مشكله هي بتتكلم عادي فساعات بتقول كلام ما ينفعش بتبوظ. ده بيبقى حتى الكلام بتاعها بيطلع كوميكس. يعني انا حافظ الاغنيه دي بالكلام بتاعها. هو عارف كروان مشاكل. هو محبوس دلوقتي. لازم يتحبس. انا ابوك حبسه. بس كروان مشاكل ده قصه برضه اللي هو يا جماعه انا بفطر فول ومش بفطر اللي هو شيش. قال ايه؟ شيش طاروق باين ولا مش عارف ايه. وعلى كوبري ستلوسه. انا على كوبري ستلوسه دلوقتي. فده برضو من الحاجات اللي الواحد بيشوفها غريبه. بس انت مستحيل تفكر ان انت مثلا تعمل لايف وبتاع. لا خالص.
لا ضامن ان انا عملت اللايف ده هجيب مشاهدات قويه جدا بس انت خالص. بس انت بتعمل كونتنت، يعني انت تحب تعمل كونتنت. يعني انا بص انا مغرم بالسوشيال ميديا، بس هي السوشيال ميديا اللي هي بتاعت شغلي. ايوه يعني في شغل بس اطلع واتكلم ومش عارفه ايه، وعارف انت الحاجات اللي هي بقى وتغني على اغنيه بقى والكلام ده حبيبي ده انا ايقونه. ايوه ترقص كده لا مش شبه، مش حابب مش شبه بس انت هتلاقي عمر ان شاء الله هتلاقيه. انا اخواتي في الحته دي اصلا خلاص. انت الجيل اللي طالع 5 سنين وهتلاقيه الجيل اللي طالع بقى الموضوع تحس اللي هو بقى دمس بياخده بالظبط. عايز كل يوم يطلع يقعد يغني على اغنيه. هو خلاص الموضوع بقى ايوه بقى سهل. ايه انت فاهم؟ حاجه من الحاجات الحلوه. انا مبسوط جدا والله بالكلام معاك، وحاسس ان الكلام ماشي لذيذ وقاعده حلوه، ويا ريت نكررها تاني والله يا حبيبي. نفسي الناس اللي اتفرجت على الفيديو ده تبقى مبسوطين بالحلقه. يا رب يكون الوقت واستناك تشرفني في الجديده ان شاء الله. يعني انا كده العربيه الجديده انا لازم تجيب لي التجمع دي 100% ان شاء الله. اشمعنى التجمع؟ ليه مش ده الفرع الجديد؟ ماشي نجي لك التجمع. ما انت اللي هتبعت الونش، انت حر. اجيب لك انا بنفسي. انت اللي هتبعت الونش حبيبي خير. فنجي لك ان شاء الله باذن الله. وبسطت جدا شرفت بيك حبيبي بجد يعني. والكلام ماشي فلو حلو حبيبي. مبسوط بنجاحك وانا ان شاء الله متفائل ان مثلا كمان 5 سنين او ممكن 6-7 سنين انت هتبقى في حته الحمد لله اكبر من كده بكتير ان شاء الله. كده ربنا يوفقك حبيبي. وبسطت بالتوفيق يا حبيبي. شكرا شكرا. شكرا.